وين تكلفي هيك وين تكلفي هلا. صحيح. في قرية السن هناك بيت آخر محترق. وقت بلش الهجوم هنا عندنا الضيعة، نعم. فورا غادرنا البيوت واتجهنا انه نطلع بعد برا بيوتنا، يعني مشان ما يصير اي حوادث. نعم. اجت سيارة قدام بيتي تماما، انا عم شاهد واقف عند جيراننا يعني على رايح 50 كتاب. نعم. اطلق النار، قوص على الباب وفتحوا الباب. نعم. بعد 7 دقائق طلعت الدخنة وشغلوا الباب وشغلوا البيت. كنت انا وابني عم نتفرج، يعني انا شفت المنظر بعيني، يعني ما حدا حكى لي. نعم. ما حدا حكى لي نهائيا. وقت بلش تشغيل هون بالبيت. ردوا ثاني يوم. نعم. نحن ما كنا هون بالحاره، حكوا معنا جيراننا هدول تحت انه في لسه 7 اشخاص واقفين قدام بيتك، يعني لسه المحترق كفوا عليه. عرفت علي شو؟ هيك صار. هل سرقوا أي أموال أو مصاغ أو ما شابه؟ يا ريت لو انسرقوا للحرام. هلا صحيح. شوف صار بدنا اعاده ترميم بالكامل. صحيح. يعني انا كنت بتمنى لو انسرق شرايط الكهرباء، يا ريت لو انسرقين، بس ما حرقوا. صحيح. وين تكلفي هيك وين تكلفي هلا. صحيح. عرفت علي شلون؟ بتعرف جاي الدنيا عصيبه، مستعدين كنا ننام 4-5 شهور. إذا أنتم كنتم خارج المنزل لم يجدوا أحدا تماما، فلذلك انتقموا بحرق المنزل. انا بتمنى لو اخذوا البيت بالكامل ولا انحرق. نعم. عرفت علي شلون؟ انت جاي مثلا الدنيا عصيبه. ماذا تقول للجهات المسؤولة، للحكومة السورية المشهد كافي. المشهد كافي. صحيح تمام. هذا المشهد يتحدث عن نفسه. استاذ يعني مثل ما انا شايف، نحن هلا عايشين على مساعدات الجيران. جبنا تختين، جبنا فرشة سفنجات والى اخره، بس حتى فينا ننام، فينا ندبر حالنا نشوف كيف الله بده يعيننا. حتى الألبسة، حتى معدات المعيشة المباشرة لم يتبقى منها. استاذ شيء نعم، من الواضح. اليوم نحن واصلين كل المواصلين.